إن جميع العلوم التي استفادت منها البشرية جاءت من أمية. فالذي اكتشف اللقاح الواقي حلاب بقر، والذي اكتشف المجهر فراش مدرسة، والذي اكتشف نعمة الإلكترونيات والإعلام والاتصال والراديو لم يكمل الصف الرابع الابتدائي. لذلك أقول: لا الكتاب ولا المدرسة ولا المعلم يعلمك. إن لم يعلمك كيف تتعلم فليس بمعلم. لذلك اقرأ بقلم الله أولا، هذا القلم الذي علم به الله الخلق، الذي لا يحتاج إلى معلم ولا يحتاج إلى حضور، فقط يحتاج إلى جدل، أن تجادل فيما ترى وتسمع. فالجدل أمانة عجزت عنها السماوات والأرض والجبال، وهي أن تجادل فيما ترى وتسمع، لأن لا نكون إمعة. فالإمعة